السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عبد الرحمن ودي قناة فاهم تشيس. النهاردة هنخش في فيديو تاني، فيديو جديد. فيديو عن ايه؟ فيديو عن ما تغلطش غلطاتي، او سلسلة ما تغلطش غلطاتي، او ما تعملش بلندراتي، او تتعلم من اخطائي. ماشي؟ ايا يكن المسمى يكون ايه، ولكن الفيديو ده هو الفيديو التاني وماتش تاني لعبته، وكان تقريبا في نفس اليوم برضو، فاتمنى برضو تستفيدوا من الماتش ده. هنا انا بلعب بالقطع السوداء، بلعب ضد الراجل ده من كوستاريكا، بيلعب بالقطع البيضاء. الماتش هنا عادي يعني، كان ماتش كان كويس جدا، كنت بلعب كويس جدا لحد ما لعبت نقلة للأسف بوظت الماتش خالص. فكمل معايا الفيديو وشوف بقى ايه النقلة وحاول تستفيد. يلا بينا نبدأ. الجيم هنا بيبدأ بدي 4، وهنا انا كنت قايل لكم الفيديو اللي فات ان انا بحب لما بتلعب لي دي 4 بخش في اشكال عادي دي 5، ولو لعب لي سي 4 بلعب الاي 6 وبلعب الكوينز جنب الديكلاينز. بحب اشكالها جدا. دي 4، دي 5، نايت على الاف 3. هنا لعبت له نايت على الاف 6، وهنا لعب لي فكره اي 3. فكره اي 3 ان هو بيفتح للفيل بتاعه. لعبت له هنا بيشوب على بيشوب على الجي 4، وفعلا ده كله نقله بوك موف. والله انا اصلا مش محضر ولا عمري لعبت الكولي سيستم ده اصلا، ولكن انا اللي هو بحب العب اللي هو اطلع الفيل، اربط الحصان، العب سي 5، افتح للفيل اي 6 وبعدين سي 5، وفاهمني بقى الافكار ديت حلوه يعني. لعب بيشوب هنا يفك الرابطه، لعبت اي 6. وهنا النقل حتى الان نقل كويس جدا، وهنا انا كنت حاسس انها في الافتتاح انا احسن منه، والله كنت حاسس كده فعلا، اصلا انا مأكول فده يعتبر كويس. لعبت هنا فكره سي 5. سي 5 انا كنت عايز اكل بدأ في بدأ وانا اكل بالبيشوب، وانا كنت حاسس الوضع هيبقى كويس لو حصل الكلام ده، ولكن استحاله يعمل كده يعني، هو لازم يقرفني. ولعب لي النقله ديت، لعب لي سي 4. يعني انا لعبت له سي 5 راح لعب لي سي 4. يا جدعان مش عارف ايه الهدف بتاعه، ولكن نقله كويسه يعني، سي 4 قويه. هنا كان بيقول اتش 3 كانت احسن يطرد الفيل، ولكن خلاص انا دلوقتي شايف ان هو كان بيلعب كويس. وقعدت احسب دلوقتي لو اكل كده واكل كده هل انا خسران حاجه؟ يعني انا قلت لو طلعت بالحصان هنا اكل كده، انا قلت هاكل بالبيض. طب ولو اكل كده هاكل بالبيشوب، فانا كده كده البدائين دول متعلقين بس الاثنين ليهم حمايه، فانا ممكن اسيبهم. ولعبت هنا فعلا نايت على سي 6. نايت سي 6 نقله كويسه جدا مني، سايب البدائين متهددين وسايب التنشن موجود، خلينا نشوف هيعمل ايه. طلع هو كمان بالحصان وقال لي انا هسيب التنشن. وهنا الانجن بيقول لي كل بدأ السي 4. كل بدأ السي 4. الانجن بيقول لي هنا كل بدأ السي 4. طبعا انا ما اكلتش بدأ السي 4، قلت اجي اكل بالبيشوب، انا مش انجن، فقلت اكل بالبدأ ده احسن. اكلت بدأ الدي 4 ببدأ السي، اكل بالحصان، اكلت البيشوب، اكل بالحصان التاني. وهنا اكلت بدأ السي. قلت دلوقتي اكل بدأ السي، احسه ده مش بدأ زياده يعني، ما خطفتليش بدأ في السكه كده. طبعا جالب الكوين يضغط على البيضة ويضغط على الحصان، لعبت له كوين دي 7، نقله كويسه جدا مني بحمي الحصان، وقلت امن الدنيا. طبعا يا جدعان انا فكره ايه طبعا، والله وانا بلعب الماتش يا جدعان، انا قاعد دلوقتي في نص الماتش اهو بفكر، انا قاعد بقول هل اتمسك بالبيضة ولا العب وخلاص لعب كويس من غير ما اتمسك بالبيضة؟ يعني هل اتمسك بالبيضة بتاعي ده ولا اسيبه ياخده ونبقى احنا الاتنين متعادلين في البيادق، واحاول ان انا العب نقله احسن، لان انا لو قعدت اتمسكت بالبيضة ممكن يعني يقلبها عليا من الاخر. وده اللي حصل للاسف، ان انا حاولت اتمسك بالبيضه ولعبت لعب بعد ما لعب الروك هنا لعبت النقله دي. طبعا يا جماعه انا قلت النقله ديت حلوه، قلت النقله دي ممتازه، ايه النقله التحفه دي. انا طلعت حميت البيضه. تعالى كسر يا ابن اللذينه، لو كسرت وزير في وزير انا ممكن اكل بالحصان. هتقول لي طب البيضه كده كده البيضه مش مطلوب، ابسطها عادي يا عم، ممكن لو اتضغط عليه بحميه بالبيضه. هتقول لي ما الحصان، المهم ان انا احاول احميه. البيضه دلوقتي مش هيبقى مطلوب. النقله دي يا جدعان نقله سيئه جدا، وبعدها على طول بعد ما لعب النقله ديت انا شفت العقاب. ايه النقله؟ لعب لي النقله دي، جالي بالحصان، هات الوزوز، هات الوزير بتاعك وريني هتعمل ايه. طبعا ايه الافكار اللي كانت في دماغي؟ انا قلت ممكن اجي كوين هنا، ممكن هنا. طبعا الانجن بيقول لي من افضل النقلات ان انا اكل الروك اللي على الديوان، يعني بياكل بالوزوز يا عم، ابسط حاجه وبخسر يعني للاسف. ولكن انا حاولت ان انا انا شفت طبعا العقاب، عقابه ان هو عايز نايت هنا بكش، نايت هنا بكش. طب مش عارف اكله، لا انا وزيري مربوط. نايت هنا بكش. طب وبعدين؟ بعد ما الوزير، بعد طبعا ما اتحرك بالملك هيقوم واكل وزير في وزير، ودلوقتي خلاص بعد ما اكل مثلا بالحصان هيقوم ناطط واخد الروك، وهنا خلاص انا بخسر الماتش. شفتها شفتها بعد ما لعبها بالظبط، قلت يا نهار ابيض ضيعت الماتش. قعدت كده يا جدعان، قعدت قد ايه؟ قعدت حوالي 3 دقايق. 3 دقايق يا جدعان قاعد بفكر اعمل ايه، ما لقيتش حل. لكن لعبت بيست موف على الانجن، لقيت بيست موف على الانجن بعدها اللي هي اقل خساره يعني من الاخر. نايت دي 5، قفلت السكه في وش الروك، ولكن انا شفت، انا والله عارف عقاب النقله هو ايه. هو طبعا انا ما شفتش دي، انا ما كنتش شايف انه يلعب دي الصراحه، انا كنت حاسه يلعب دي الصراحه. انا دي ما كانت طالع ما ينفعش يلعبها على طول. يعني قبل النقله دي ما لعبش ليه على طول نايت هنا؟ ما نايت هنا حسيتها بتكسب. ما اعرفش امد ايدي بالحصان بسبب الويزوس، يعني الويزوس متعلق علامات، لو كلت بالحصان باخد مات. اه الحصان واقف. لا لا سوري سوري. المهم ان انا ليه النقله دي مش حلوه؟ استنى. نايت هنا كويس على فكره، ولو اتحركت بالملك دلوقتي هياكل الوزير، ولما اكل بالحصان ياكل الروك. هي نفس الفكره. مش عارف هو طرد الحصان الاول ليه الصراحه، يعني طرد الحصان فكرتها ايه ما اعرفش.
اتحركت ضربت حصان وانا كمان، راح مديني خد يا ولا. قلت له شكرا يا عمو. ما اعرفش اكل الحصان طبعا بسبب وزيري اللي متعلق على على الهوا ده. اتحركت بالملك، راح مديني وزير في وزير، اكلت بالملك، اكل الروك، لعبت بيشوب هنا فكره ان انا عايز الحصان بتاعك وخلاص، الحصان ده ما يعرفش يهرب. اكلت، وهنا خلاص هو معاه ماتيريال بلس يعني 4. وبخسر الماتش برضه، خسرته بسبب ايه؟ بلندر تكتيكي ان انا حبيت احمي البدأ المعوج ده. يعني بدأ المعوج ده اصلا لازمته ايه؟ ما اعرفش. بالسلامه. ف يعني الصراحه كان اتضايقت شويه اول ما عملت البلندر، ولكن اتعلمت ايه يا عم؟ حاول تحسن البوزيشن بتاعك يا عم، انت هتتنيك تتمسك بالبدء على حساب ايه؟ واحسب نقلات خصمك كويس، هو مش مضطر يكسر الاول. فانا غلطت غلطه للاسف ما كانتش حلوه. نايت هنا، بيشوب في بيشوب، حصان اتحركت كسر طبعا غصب عني، ولما له بدأ كمان وخلاص. ماتش هنا يا عم خساره 100%. قعدت اتحرك بالملك، قلت جايز يعمل اي حاجه اي بتاع، بس لقيته خلاص هيرقي يعني بتاع، قلت خلاص يا عم كده ايه، جي جي. واستسلمت. طبعا الماتش ده البلندر بجد يعني، بلندر مش مستاهل يعني، مش فاهم، انا كان معايا افضليه واحد ولا حاجه وضيعتها يعني. شايف ان انا لو كنت لعب طبيعي اكتر، يعني مثلا انتشرت على الاقل بالفيل وبيت قصير، كنت شايف ان انا يعني ايه، كنت شايف ان انا ابقى احسن الصراحه. اه والله يعني كنت حاسس ان انا كنت ابقى افضل بكتير. لكن للاسف يعني ضيعت الافضليه بتاعتي وعملت بلندر. ولكن انا مش زعلان والله العظيم، مش زعلان زي ما بقول لكم بالظبط. انا مش هضحك عليكم يعني، بجد انا بتعلم من كل ماتش حتى لو خسرته. بقول لك الماتش اللي خسرته وحللته وفهمت خطاه بالتفصيل احسن من 100 ماتش لعبت كسبتهم وانت مش فاهم انت كسبت ليه. فان شاء الله يعني يا جماعه تكونوا انتوا معايا في رحلتي كده في التطور يعني. طبعا يا جماعه حد هيقول لي ما استنيش ليه لما يرقي وتاخد ستيل ميت لو انت لسه مبتدئ يعني. وطبعا ما ينفعش ستيل ميت لان لسه في بادئ ينفع تتحرك. لو ما فيش بادئ كنت اقول لك ممكن، ولكن لو ما فيش بادئ كنت اعرف اطلع لقدام يعني. لو البدايين دول بدايين ابيض طبعا مش ما كنتش عارف اقف برضه. ولكن الفكره هو حركات الملك بتتمنع بعد النقله ديت. هتقول لي ما ممكن يتحرك هنا او هنا، اقول لك لا، الملك واقف والوزير واقف، وهنا كل ده متاخد من الوزير وده من الروك، فكل المربعات متاخده من الملك، ولكن البادئ لسه ينفع تتحرك وبخسر الماتش. بس كده يا شباب. يعني اتمنى يعني تكونوا استفدتوا يعني من غلطتي، وما تعملوهاش ان انتوا تحاولوا تتنكوا اوفر بروتكتيف للبيدق، وخصوصا ان انت لو حميته بقطعه يعني بيدق مش مستاهل. كمل ماتشك يا عم، كمل ماتشك يا عم والله، والعب على الافضليه يا عم، تبوظش دنيتك. لكن حمايته بالحصان الصراحه، ولا بيست موف ولا عقاب جي جي على خصمي. لا نقله كويسه جدا منه. وبس يا شباب، اتمنى تكونوا استفدتوا من الماتش، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد في حلقه جديده من سلسلة تعلم من أخطائي، وإن شاء الله تقل يعني. لأن الواحد بيحاول يتدرب، وأنا ماشي على التدريب بتاعي ده اللي هو إيه، كل يوم 5 ماتشات رابد 10 15 زائد 10 ثواني، 30 بازلز، وأحاول أتدرب على الإند جيم، ويعني أتدرب على افتتاحي أكتر اللي هو بالأبيض سكوتش أسود بلعب سيسيليان. على السيسيليان بلعب بفكر ابدا العب الالبن، لان انا دلوقتي بلعب دايما المين لاين بتاع السي 5 عادي، اللي هو ما بيلعب سي 5 بلعب له نايت اف 3 ودي 4، واخش في الاشكال اللي مريحاه هو وهو متدرب عليها ثيوري يعني. فبفكر العب الالبن، هبقى اشوف افكار الالبن كده واحاول العبها سي 3. السي 3 طبعا هنا يعني، ولكن افكر العب اللي هو سي 3 والعب باشكال الالبن. وبس يا شباب، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. بس مع السلامه.